ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله معانا الفيديو التاني بارت 2 بتاع المجسمات. انا ما رضيتش اخليهم كلهم في فيديو واحد عشان الفيديو كان هيبقى طويل جدا عليكم. ومع ذلك انا طالعه بفيديو بس فيه مجسمات. الفيديو زي ما انتم شايفين كده عامل 9 دقايق ونص، يعني المساحه بتاعته كبيره جدا. وانا زي ما انتم شايفين كمان انا مسرعه كده الفيديو بطريقه سريعه قوي عشان برضو ما اطولش عليكم. اول حاجه كده عشان نبقى متفقين ان احنا هنعمل مجسمات، يبقى لازم لو اوردر ليه مجسمات يبقى نشتغل عليها قبلها ب3 ايام ولا حاجه. ليه؟ عشان المجسم بتاعي يتشمع كويس جدا واعرف اتعامل معاه. بصوا هنا الاوردر اللي انا شغاله عليه ده كان اوردر مستعجل، فبالتالي انا بستخدم كده العجينه زي ما انتم شايفينها طريه جدا، وببتدي ان انا احط عليها سي ام سي وبتعامل بيها على طول. ما سبتهاش ولا تتشمع معايا ولا تنشف معايا عشان اعرف ان انا اظبط بيها المجسم ولا اي حاجه، لان انا كنت مستعجله عليها جدا. زي ما انتم شايفين كده انا في البدايه حاطه سلوك. عايزه اقول لكم الفكره بتاعت السلوك دي بتبقى ناجحه جدا جدا جدا، بس هي للاسف ما نفعتش معايا، لان زي ما انتم شايفين العجينه بتاعتي طريه جدا. والمفروض انا لو هتعامل بالسلوك دي يا اما اشتغل بجمبست يا اما بالعجينه فيها سي ام سي وهسيبها تريح معايا شويه. بس انا اشتغلت على طول فالموضوع ما كانش احسن حاجه، فابتديت ان انا افكها واشتغل عليها عادي خالص من غير اي سلوك او اي حاجه ان انا اتعامل بيها في قلب العجينه. اشتغلت زي ما انتوا شايفينها كده من غير اي حاجه. بعد ما فكيت السلوك ابتدى المجسم يتظبط معايا وشكله يطلع مظبوط نوعا ما. وزي ما انتوا شايفين برضو انا بعمل الكم هنا كده ازاي. عملنا البنطلون وعملنا الشوز وعملنا كمان الايد والكم. الايد ديت انا عاملاها بلون ابيض، عجينه سكر بيضه يا جماعه، انا مش بعملها في البيت، انا بجيبها جاهزه. عشان كذا حد استفسر يعني بيقول لي مقادير عجينه السكر، لا انا ما بعملهاش في البيت، انا بجيبها جاهزه. فدي يا بنات عجينه سكر بيضه، وحطيت عليها سنه بسيطه خالص من الاصفر. وللعلم الاصفر اللي انا استخدمته كان اصفر زيت، يعني في الوقت ده انا استخدمت اصفر زيت، فتمام معايا واداني الدرجه البشريه دي اللي انا محتاجاها، درجه البشره، فكانت معايا حلوه جدا. فهنا بصوا بقى الدماغ انا بعملها ازاي عشان ما تبقاش الكتله بتاعتها تقيله قوي. بصوا دي كور فوم، انا بشتري الكور دي بمقاسات، في من اول مقاس 2 وانتي طالعه بقى. ف يعني كل حاجه بسعرها. مقاس 2 ده كان باين عامل الواحده عامله 2 جنيه، فدي كانت اقل مقاس يعني. بس بتبقى حلوه جدا عن الكور اللي هي الجاهزه دي، انت بتقدري تلونيها بعجينه سكر بالالوان اللي انت عايزاها. فانا بوفرها وبستخدمها كده زي ما انتم شايفين. فعملت منها الدماغ بحيث ان هي ما تبقاش حاجه تقيله كده، عجينه سكر تقيله كده كده على المجسم، خاصه ان ده مش هيتسند على الكيك، بل بالعكس احنا هنحطه على الديزاين بتاع الكيكه من فوق، فهيكون واقف ومحمل على الكيك. زي ما انتوا شايفين كده انا حطيت هنا الشعر، عملته باللون الاسود، وهبتدي ان انا اظبطه كده، واجيب عندي الاداة اللي هي بتاعت عجينة السكر. لازم دي تكون موجودة عندي لان هي يعتبر ايه، ايديا ورجليا في قلب عجينة السكر، في قلب الشغل بتاع عجينة السكر لازم يكون دي موجودة معاكي. بعمل هنا التجزيعات ديت كأنها هنا الشعر، وابتدي كمان بعد ما اظبط العين هبتدي كمان اظبط في الشعر تاني. فعلشان كده يا بنات احنا بنقول الاوردر قبلها باسبوع، عشان لو في مجسمات زي كده لازم ان احنا نشتغل عليها براحتنا ومنبقاش مضغوطين فيها، وهي كمان المجسمات تاخد راحتها معانا وتنشف وتتشمع براحتها، ما يبقاش في اي قلق خالص واحنا شغالين عليها. كده وانا شغاله في المجسم عايزه اقول لكم شكله فظيع خالص. انا اول مره اعمل مجسم شخصيه للعلم، يعني عشان تبقوا عارفين حاجه زي كده. آه الموضوع حلو، يعني انا بصراحة كنت مبسوطة وانا شغالة فيه، يعني ممتع. لو انت بتحبي حاجة زي كده هتعمليها زي كده وتبقي مبسوطة بيها. عايزة اقول لكم ان انا لحد اللحظة ديت انا شغالة على المجسم وانا مش راضية عنه نهائيا. في الاخر بقى اما جيت احط له الخصل بتاعة الشعر ابتديت احس ان هو ابتدى يبقى ليه ملامح. العين انا مش عارفة، حاسة انا كنت بعمل العين غلط اصلا. فعملت برضو كده الجزء الاسود ورجعت شيلته وحطيت عندي الجزء الابيض، وبعد كده احط عندي حاجة بسيطة من الاسود، وحطيت كده حددت العين. فهي العين برضو شكلها يعني كرتوني خالص. فممكن لو حاجة زي كده ان احنا ممكن نحط بقى العين اللي هي الصناعية، اللي بتبقى كده عيون صغيرة بلاستيك، بتبقى جاهزة، بتبقى شكلها حلو جدا. وكمان بعد ما ركبت الاذن الودان بقى شكله ابتدى يبان له ملامح. بصوا بقى يا بنات هنا انا بعمل ايه. بجيب اللي هي العصايه بتاعه الشيش طاووق وابتدي ان انا ادخلها كده امسك المجسم كله في بعض.
فبدخل من الرجل الاولانيه والتانية عشان امسك المجسم كله ببعض، لان انا هوقفه على الكيك. هي لو هتتسند على الكيك من تحت كان الموضوع هيبقى اسهل من كده بكتير، ومش هيحتاج ان انا ادخل في قلبيه واير وسلوك والحاجات دي. ده يا بنات الواير اللي انا بقول لكم عليه اللي بحطه للفراشات. دخلته كده في الدراع عشان انا الايد هتبقى عندي مش نازله كده، الايد هتبقى عندي واقفه محمله، هتبقى ساندة على الكاميرا اللي انا هعملها معاكم. بصوا هنا الدماغ مكان بس ما المجسم كان راقد وانا شغاله، فهبتدي اشيل الزياده اللي فيه عادي خالص. بصوا هنا برضو بوريكم جيلو تلميع. الجيلو التلميع دوت انا بلزق بيه الكيكه على القاعده، بلزق بيه المجسمات بتاعه عجينه السكر. بنستخدمه في التلميع بتاع الفاكهه عشان الفاكهه ما تتبلش وتفضل معانا كده بتلمع وحيه وشكلها طازه اكتر. ابتديت ان هنا اجيب اي حاجه اسند عليها بس الايد تتشمع معايا، هي ما لحقتش اصلا تتشمع لان انا ده كله انا شغاله عليه في وقت واحد، وهبتدي ان انا كمان اشتغل على الكيك في نفس الوقت. هبتدي كمان اظبط الخصل كده، وهبتدي امشي عليها بالاداه بتاعه عجينه السكر عشان تديني تجزيعات اكتر وشكلها يكون باين هي فيها خصل شعر اكتر يعني. وهنا برضو كده انا ببتدي احط اي حاجة احمل عليها الايد زي ما انتم شايفينها. انا عارفة ان المجسم ده خد مني وقت كبير وجهد، بس انا حبيت ان انا اطلع المجسمات كلها في فيديو واحد، بس هو فعلا الفيديو طويل جدا، فانا مش عارفة اسرع اكتر من كده. لو سرعت اكتر من كده انتوا مش هتشوفوا حاجة. جبت بقى هنا القمرة عشان اعملها، وعايزاها برضو تبقى خفيفة معايا. جبت قطعة من الفوم زي الفوم اللي استخدمته كده للمجسم، الدماغ بتاعة المجسم ده فوم بقى عادي خالص. بقصه كده عشان اقصه مظبوط يا بنات. بجيب سكينة احميها عندي على النار وابتدي ان انا اقص بيها الفوم، بتطلع معايا مظبوطة جدا. هنا كده انا عملت المجسم بتاع القمر، وهبتدي ان انا اظبطه بقى واحط العصيان ديت عشان هبتدي ان انا هوقف عليها القمر. قطعة الفوم دي كانت فايدة من تورتة عندي فيك، لان تورتة الفيك انا بجيبها ارتفاعها 20 سنتي، فارتفاعها بيبقى عالي جدا، فطبعا بشيل منها جزء عشان التغليف وكده، فينفع ان احنا نستخدمها نوقف عليها المجسم بالشكل ده. بصوا هنا برضو ديت اداة ليها علاقة بالتصوير. فانا برضو عشان ما يبقاش هنا واخده كميه عجينه سكر كتيره وفي نفس الوقت تبقى تقيله عندي على الكيك، لان الكيك عندي بيخرج شحن مسافات بعيده، فببتدي اني انا احط داخل المجسم نفسه فوم منه يبقى مديني ارتفاع، ومنه كمان ما يبقاش واخد معايا عجينه سكر كتيره واوفر. هبتدي ان انا اقفلها بالشكل ده. هنا برضه بنات كنت عاملة شريط ابيض وابتديت ان انا اقصه كده عشان اعمل بيه الشكل بتاع التصوير يعني، او الصور على المجسم ده. وهبتدي برضه اعمل التانية نفس الشكل، وخلاص كده هبتدي ان انا بقى اشتغل عندي على الكيك. جبت بقى عندي الشكل بتاع كيلاكيت ده برضه كنت مجهزاه، وهبتدي احطه كده على الكيك عشان برضو اتاكد ان هو في النقل او في الشحن ما يتحركش من مكانه. فلزقته عندي بجيلو تلميع على البارد زي ما انتم عارفين ان انا بحب الزق بيه. حطيت بقى عندي المجسمات بالشكل ده، وجبت كمان شريط كده حطيته داير ما يدور على الكيكه من تحت. هو ما كانش في الديزاين اللي الكلاينت كانت مختاراه، بس انا حبيت اضيفه، حسيت ان هو ادى شكل كده للكيك. وبعد كده حطيت عندي عصاية شيش طاووق ورا المجسم عشان ما بقاش قلقان عليه وهو رايح في الشحن. ده كان شكل الاوردر بتاعنا والديزاين بتاعنا، يا رب يكون عجبكم. ولو عجبكم كالعادة ما تنسوش تسيبولي لايك، واستنى رايكم تحت في التعليقات. اشوفكم فيديو جديد. باي باي.